انضم إليهم أيضا المجلس القومي لحقوق الإنسان الأستاذ محمود سعيد لطفي محامي الحريات ورئيس اللجنة الحملة المصرية للإفراج عن المعتقلين المصريين بالسجون الإسرائيلية. السلام عليكم أستاذ محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة ما أذاعته الإذاعة الإسرائيلية من أن الحكومة الإسرائيلية على استعداد لمبادلة نحو 63 مصريا معتقلا في السجون الإسرائيلية بالسجين الإسرائيلي الجاسوس عودة رابين؟ الكلام ده على فكرة يعني مش جديد. هي إسرائيل دائما بتحاول تسعى جاهدة انها تحصل على الجواسيس اللي زرعتهم في مصر في مقابل اي مقابل من مصر، وبتركز على المقابل الاول هو المعتقلين المصريين الموجودين تحت ايديها في السجون الاسرائيلية. احنا لو نظرنا نظرة سريعة لاحصائية خلال ال10 سنين اللي فاتت سنجد ان كان هناك حتى 22/10/2012 78 اسير مصري او مسجون مصري معتقل في اسرائيل. تم الافراج في يوم 22 على 25 واحد نظير الجاسوس الاسرائيلي الامريكي إيلان جرابلتشاين، وكان هذا التبادل مجحف لحقوق المصريين المعتقلين في اسرائيل، لان احنا كنا كحملة قامت من اجل الافراج عن المصريين في السجون الاسرائيلية كان هدفنا تسليم كافة المسجونين المصريين والعرب في اسرائيل، يعني اسوة بما تم مع جلعاد شاليط. فلسطين لما بدلت جلعاد شاليط، حزب الله لما بدل جلعاد شاليط افرج عن 1050 اسير مقابل جندي اسرائيلي. فاعتقد ان احنا كنا مجحفين في حق ابنائنا المصريين الموجودين في السجون الاسرائيلية في هذا البدل. لكن هل المعتقلين المصريين في السجون الاسرائيلية اضربوا عن الطعام؟ هو في الواقع من امس صدر بيان من المتحدث باسم المسجونين المصريين في السجون الاسرائيلية انهم مجمعون على الاضراب عن الطعام حتى يتم اتخاذ خطوة ايجابية بشأنهم، لان حتى هذه اللحظة يعني هناك من هم تجاوز عددهم ل 32 مصري رهن التحقيق، ومنذ اكثر من 2 لم يتم التحقيق معهم. كذلك يوجد اكثر من 32 تانيين موجه اليهم تهم كانت عقوبتها تصل ل1 سنة و2 و3 سنين، نفذوا هذه العقوبات ولم يتم الافراج عنهم. فهذا الامر يعني مجحف لحقوق المصريين في السجون الاسرائيلية. على الرغم من ذلك في حاجة مهمة ظهرت لينا خلال الحملة بتاعتنا اللي احنا قمنا بيها، ان في 6 مصريين أسرى منذ حرب 73. أسرى منذ حرب 73؟ الأسرى دول يا فندم كانوا في لجان الدفاع المدني لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وذكرنا أساميهم في كذا محفل إعلامي، ونوه لحضرتك بأساميهم من جديد. تفضل. الأسير موسى عيد مطير، وجوديع عيد مطير، وزاير صالح سالم، وعواد عودة سلمي، وزيد سلمان ابو عكيفة، وامرحيل سليمان هويشد. ال6 دول من حرب 73 يا فندم في السجون الاسرائيلية. والمتحدث الرسمي باسم المعتقلين المصريين في السجون الاسرائيلية اكد لنا ان هناك عدد من الاسرى المصريين مضى عليهم اكثر من 30 سنة موجودين الان في دار العجزة في تل ابيب، هي زي دار المسنين عندنا في مصر. لكن هل الحكومة المصرية هناك خطوط مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الوصول إلى نقاط اتفاق خاصة بتسليم هؤلاء هؤلاء إلى الحكومة المصرية؟ للأسف الشديد يعني لم نشاهد أي خطوة إيجابية حتى يومنا هذا، على الرغم من قيامنا باتخاذ الإجراءات الكتابية فيما بيننا وما بين أجهزة الدولة المعنية بهذا الأمر. وللأسف يعني أنا اتصلت شخصيا بالقنصل المصري في تل أبيب وشرحت لي المعاناة اللي بيلقاها المصريين في السجون الإسرائيلية. أكثر من 6 معتقلات إسرائيلية بتضج بالمصريين
وللأسف الشديد لم تتم زيارات ليهم أو تتبع لحالاتهم الصحية أو الأسرية. انقطاع الاتصال بينهم وبين ذويهم للاطمئنان عليهم، زي سجن كاتسي اوت وسجن نافلة وريمون والرملة وحبريم، اكثر من 11 سجن موجودين فيهم شخصيات مصرية، وكلهم معظمهم رهن التحقيق وما فيش تهمة معينة فيهم. انما في حالات فردية خاصة، مثلا يقول لك ده تسلل، ده تواجد على الحدود، ده اقامة غير شرعية، ده سلاح، ده جريمة قديمة، ده مخدرات، لدرجة ان في واحد اسمه احمد البحيري، احمد الشاذلي، معتقل على تهمة اهانة محكمة. انا ما اعرفش التكييفات القانونية اللي بتعملها اسرائيل دي مع نفسها، يعني هي القاضي والجلاد في ان واحد. لكن بعد ان اعلن المعتقلين المصريين في السجون الاسرائيلية اضرابهم عن الطعام، هل قام القنصل المصري السفير مصطفى جميل بزيارتهم في السجون؟ هو للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يرد إلي أي إشعار أو اتصال من المسؤول أو المتحدث عن المصريين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وإن كان هناك أي بادرة من الاتصال أو التواصل بالمسجونين المصريين في السجون الإسرائيلية كانما إلى علم ذلك، لأن هناك تنسيق دائم بيني وبينهم تليفونيا كل فترة، ويطلعوني على الأحداث أولا بأول. هناك عدد من النقابات المهنية بتلجأ وتحذر لتدويل قضية المعتقلين المصريين بإسرائيل. هل هذا هو اتجاه جديد بين الحملة والنقابات المهنية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر؟ يعني بالفعل أنا في مجال التصدية لهذا الأمر بالتوجه بطلب رسمي إلى هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لتنتقل بنفسها إلى السجون الإسرائيلية المذكورة ومقابلة المصريين المحتجزين هناك والمعتقلين لمعرفة ما هي الجرائم التي اقترفوها أو ارتكبوها، لأن معظم هذه الجرائم المنسوبة للمصريين هناك كلها كيدية وملصقة، لا سيما أنها المصريين هؤلاء جميعهم محل إقامتهم هو على الحدود المصرية الإسرائيلية، ومعظم الاتهامات أنهم تواجدوا داخل الحدود الإسرائيلية. اللي بيحصل يعني أن بتمشي الدورية الإسرائيلية لما بتمشي على الحدود بتعتقل كل من يصادفها من بني آدمين في الطريق أي ما كانوا. الأستاذ محمود سعيد لطفي، محامي الحريات ورئيس اللجنة الحملة المصرية للإفراج عن المعتقلين المصريين بالسجون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك.